بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة مطلوبة بزاف، سهلة سريعة وتنجح معاكم من أول مرة إن شاء الله. هي وصفة الطاكوس، يجي بنين بزاف أحسن من تاع المطاعم. مكونات بسيطة. الطاكوس هذا يجي مقرمش من برا وطري من الداخل مع صلصة كريمية تعطيه ذاك المذاق اللي يعجب الصغار والكبار، يعني تقدروا ديروه للعشاء، للمة العائلية، وحتى لضيوفكم راح يحمر لكم وجهكم. قبل ما نبداو ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل وصفاتي الجديدة. خليكم معايا خطوة بخطوة باش ينجح معكم طاكوس 100%. يلا نبداو على بركة الله. هنا في صالادي راح نجيب صدر الدجاج. هنا نكون قطعته قطع صغيرة. راح نضيف له 2 مغارف كبار تاع الزيت النباتي. هنا ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة متكونش معمرة. فنجان من الحليب. حندير عصرة تاع نصف ليمونة، تقدري تستعملي الخل لكن من الأفضل ليمون. عندي ملعقة كبيرة من الياغورت الطبيعي، فص ثوم، وشوية من المعدنوس. هنا راح نزيد مكعب جامبو، نفتو قطع صغيرة. نضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، نصف ملعقة من الفلفل الحلو، ملعقة صغيرة من الكمون، ونصف ملعقة من الكركم، وراح نزيد ملعقة صغيرة من القزبر، والقليل من الملح يعني حسب الرغبة. نخلط كل هذه المكونات مع بعض، وراح نغلف الدجاج ونخليه في الثلاجة على الأقل ساعتين. نجول صلصة الجبن، درت كاس ونص تاع الحليب، حنزيد معاه ملعقة صغيرة من المايزينا تكون مملوءة، ملعقة صغيرة من الفارينة كذلك تكون مملوءة. راح نخلط بارد في بارد ونحطها فوق النار. كي تبدأ تعقد شوية نضيف الجبن المبشور والجبن العادي، وتستعملوا أي جبن متوفر عندكم. وفي الأخير كي تغلي حنطفي عليها ونزيد لها شوية من الملح والكركم أو الزعفران باش يعطيها اللون فقط. هنا نجو الدجاج تاعنا بعد ما تمارينا مليح في مقلاة. درت شوية زبدة، ملعقة كبيرة من الزبدة، ونفرغ الدجاج تاعي ونخليه يطيب. هنا شوفوا بعد ما طاب لي الدجاج تشرب كامل الصلصة هذيك، حنطفي عليه ونحيه على جهة. هنا نجيب خبز التورتيلا. عندي لاصوص الجيريان او صلصة جزائرية، راح نحط لكم الوصفة بالتفصيل. عندي بطاطا مقلية، صلصة الجبن والدجاج. هنا نسبة بلاصوص الجيريان، نحط الصلصة الجزائرية، راح نزيد الدجاج، نزيد شوية من صلصة الجبن. هنا كيما تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا يعني حسب الرغبة. نزيد شوية من الفريت، وراح نزيد القليل من الصلصة، ونلوها بهذه الطريقة كما راه موضح في الفيديو. يعني بنفس الطريقة راح نكمل كامل الحبات. نخرجوا ليه 5 حبات، يعني 5 طاكوس يكونوا معمرين. هذا هو الطاكوس بعد ما كملته كما قلت لكم. خرجوا 5. نجو الطياب تاعهم. هنا طيبتهم في الطاجين، اذا ما عندكمش البانينوز تقدروا تطيبوهم في الطاجين ولا في المقلاة، تدهنوهم بشوية زيت ولا زبدة، وكي يطيبوا على الوجه الفوقاني راح نقلبوهم. وهنايا بعد ما طيبتهم كامل شوفوا معي هذا الطاكوس كيفاه جاه يشهي ما شاء الله.
شوفوا راه مقرمش من برا وطري ومعمر من الداخل. شوفوا كامل محمرين. يعني الدجاج طايب متبل مليح. هنا الجبن سايح. الصلصة كريمية يعني تمد ذوق روعة للطاكوس. يعني بصراحة الذوق تاعو حيكون أحسن متاع المطاعم، وتقدروا تتحكموا في المكونات يعني حسب ذوقكم، تزيدوا ولا تنقصوا كل واحد واش يحب. إذا جربتوا الوصفة قولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموا القناة بلايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلكم وصفات جديدة وسهلة كل مرة. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. خليكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.